عيد الأضحى المبارك، وإن شاء الله ينعاد على كل المسلمين في كل أنحاء العالم. عموما مباراة اليوم، قبل ما ندخل في أجواء المباراة، بالأمس كانت بعض الإشاعات في العقوبة اللي صدرت على نادي النصر، نقول الجماهير في وقت أعتقد أن الخبر اللي وصل بالأمس وانتشر أن منع دخول جماهير النصر، لا هالكلام مش أكيد. اليوم دخول جماهير النصر بشكل عادي، ما في منع. العقوبة بتكون بعد هذه المباراة. أتمنى تواجد الجماهير، لأن أشوف جماهير النصر ما في جماهير. اعتقد الاشاعه او الخبر اللي امس انتشر اثر على تواجد جماهير النصر. عموما مباراه اليوم معي الضيف الاول كابتن عبد الحكيم خميس، اداري فريق النصر. كابتن عبد الحكيم، مباراتكم اليوم خاصه بعد الظروف اللي مر فيها فريق النصر، الظروف النفسيه بفوات المرحوم سالم سعد، وايضا الظروف الفنيه تذبذب الفريق ما بين كتابه السطر وترك السطر الاخر. مباراتكم اليوم امام عجمان، اللي اعتقد العام الماضي كان كعبه عالي على فريق النصر بفوزه ايابا وذهابا. صحيح. طبعا هاي مباراة طبعا احنا استعدينا على الاستعداد. طبعا كان اسبوع او كان وقت طبعا صعيب على الفريق، على اللعيبه وعلى نحن كاداريين وعلى الجهاز الكامل الموجود في النادي وعلى تقريبا بنقول الرياضيين، خاصه بوفاه الفقيد سالم سعد الله يرحمه ويصبر اهله. طبعا حاولنا نحن قد ما نقدر نطلع اللعيبه من جو طبعا الحزن وهذا عشان يرجعون لمستواهم ويرجعون للفريق، وهذا نظرا للمباراه المقبله اللي كانت مع كلبه وتاجلت ولله الحمد. يعني ما فعلا اخواننا في الاتحاد ما قصروا طبعا، لبوا دعوتنا بالاستجابه. وهي مباراتنا طبعا احنا مستعدين، واتمنى ان شاء الله الشباب يكون لهم ان شاء الله مثلا صدى في هالمباراه ان شاء الله. اتمنى ان شاء الله مثل ما وعدونا انهم سيقدمون هاي المباراه ان شاء الله لذكرى المرحوم ان شاء الله. تحدثت عن غيابات كثيرة، أشوف التشكيل أمامي غيابات كثيرة عن فريق النصر. الغيابات هذه كيف ستعوض وكيف سيسد الفراغ في الغيابات هذه؟ طبعا عندنا غياب كاظم للايقاف الانذار الحصول الانذار الثالث والطرد عفوا، وعندنا سيناريو للايقاف بسبب الايقاف الاجباري اللي له من قسم اللائحه. عندنا محمد ابراهيم بعد يشكو من اصابه، لكن انا متوقع ان شاء الله البديل الموجود اليوم هو بيكون ان شاء الله بيعوض الغيابات، وان شاء الله بيكون الفريق كامل ان شاء الله مستعد. شكرا. العفو ان شاء الله. نعم زميلي فهد، هذه كانت تصريحات كابتن عبد الحكيم اداري فريق عجمان. التشكيله فقط نعطيكم اياها: تشكيله نادي عجمان: حراسه المرمى محمد حسين، امين رباطي، امين نجمي، محمد سعيد سالم، عادل عبد الكريم، احمد ابراهيم، جاسم علي، رضا عبد الهادي. طبعا دخول رضا عبد الهادي عوض سمير في اول دخول له بهذه المباراه، علي خميس، جواد كاظميان، محمد عمر، وبوريس كابي. اما فريق النصر يمثله اسماعيل ربيع، هادف سيف، محمود حسن، محمد خميس، خالد ابراهيم، ايمان ام علي، حبيب فردان، انور ديبه، عامر مبارك، بصابون، محمد مال الله. نتمنى ان شاء الله يا رب تكون الاجواء جميله جدا زميلي فهد، واتمنى الاجواء الجميله والايام الجميله هاي اللي نعيشها تنعكس ظلالها على المباراه وتظهر المباراه بصوره طيبه لكل الفريقين. كلمه لك زميلي فهد.